في اليابان في مدرسة هادية على طرف مدينة كيوتو كان في طفل صغير اسمه كاي. كل يوم يفتح شنطته ويطلع صندوق خشب صغير متزين وملون معمول بإتقان اسمه الأوبيتو. الأوبيتو ده مش لانش بوكس، ده رسالة من البيت. الصندوق متقسم لمربعات صغيرة وفي كل مربع لون وقوام وطعمه مختلف. شوية رز على شكل قلب وقطعة سمك مشوية وخضار على البخار وشريحة بيض ملفوف معاهم حبة فراولة. الأكل شكله تحفة، بس السر مش في الشكل بس، السر في القصد. في بيت كاي أمه بتصحى قبل الشمس بساعة، مش عشان تطبخ بس، لكن عشان تعمل طقس. تغسل الخضار، ترتب الألوان، توازن العناصر، نشويات وبروتين وخضار وحاجات صغيرة حلوة، وتقول لنفسها عايزاه يحس إنه محبوب حتى وهو بعيد. الأوبيتو عند اليابانيين هو العناية، mindful eating، قبل ما يكون healthy eating. في المدرسة كاي يفتح العلبة والأطفال حواليه بيعملوا نفس الحاجة. مفيش أكل ضخم ولا صواني ولا سكر زيادة ولا دهون، كل حاجة متوازنة. اليابانيين عندهم قاعدة القليل يكفي، يعني بدل وجبة ضخمة هما يعملوا وجبة صغيرة لكنها كاملة ملونة ومحسوبة، وده اللي يخلي الأطفال عندهم طاقة وتركيز. في اليابان عندهم مفهوم اسمه إيتاداكيماس، بتتقال قبل الأكل كشكر واحترام للأكل. وعندهم فكرة غريبة إن شكل الأكل بيأثر على النفسية. لو شكله حلو ومنسق هتهدى قبل ما تاكل فتاكل أبطأ، فتشبع أسرع فتاكل أقل. في أمهات بتعمل أشكال حيوانات وأبطال ورود، مش عشان دلع لكن عشان تخلي تجربة الأكل مهمة حتى بعد سنين. كاي بقى سافر طوكيو وفي أول يوم شغل ليه يلاقي في شنطته علبة صغيرة الأوبيتو، لكن بشكل أبسط ومكتوب عليها ورقة صغيرة: كل وخليك بخير. في اللحظة دي فهم إن أمه كانت بتبعت له مع كل وجبة حب وترتيب وأمان، وإن الأوبيتو عمره ما كان عن السعرات ولا دايت ولا كميات. الأوبيتو هو أنا فاكراك حتى وإنت بعيد. اليابانيين بيفكرونا إن الأكل مش صراع، وإن الأكل رسالة لو معمولة صح يبقى كل وجبة هتخليك أقوى. ومبدأ الأوبيتو بيختصر اليابانيين في جملة: كل كأن حد بيهتم بيك.